مرحبا بكم في منصات، مساحة للفكر ونافذة للأمل، محتوى يجمع بين الدين والمجتمع والتنمية الذاتية بأسلوب بسيط وعميق. منصات، حيث تبدأ رحلة التغيير. فيلم صدم العالم، قصة شاب تحدى إعاقته وغير نظرتنا للحياة. هل سبق أن شعرت أن الحياة ظلمتك وأنك لا تملك ما يكفي لتنجح؟ حسناً، هذه القصة قد تغير كل ما تؤمن به. Big World. قصة ملهمة حول شاب يدعى شون هي، يعاني من شلل دماغي ويعيش حياة مليئة بالصعوبات، سواء الجسدية أو الاجتماعية. يحاول تحقيق حلم جدته وإيجاد مكانه في الحياة والعمل كمدرس. رغم ذلك، يمتلك روحاً قوية وأحلاماً بسيطة، مثل الاستقلال وتحقيق ذاته. مع مرور الوقت، يحاول شون هي التغلب على نظرة المجتمع السلبية تجاهه، ويواجه تحديات في العمل والعلاقات، لكنه يجد دعماً من بعض الأشخاص الذين يؤمنون به. الفيلم يوضح أن العالم الكبير ليس في حجمه، بل في كيفية رؤيتنا له، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة لديهم نفس الأحلام والطموحات مثل أي شخص آخر. ففي عالم يحكم على الناس من مظهرهم ويفرض عليهم حدوداً لم يختاروها، تظهر قصة هذا الشاب. لم تكن إعاقته في جسده، بل في نظرة الآخرين إليه. هذا الفيلم لا يتحدث فقط عن الإعاقة، بل عن نظرتنا نحن عن تلك الأحكام السريعة، عن ذلك الخوف من الاختلاف، وربما عن ضعف فينا نحاول إخفاءه بالحكم على الآخرين. Big World. هل الإعاقة دائما جسدية؟ في المغرب هناك شباب أصحاء جسديا، لكنهم مثقلون بإعاقات من نوع آخر: إحباط، بطالة، غياب فرص، وضغط اجتماعي يكاد يخنق الأحلام قبل أن تولد. شاب هنا يحمل شهادة، لكنه عاجز عن إيجاد فرصة، وآخر يملك الموهبة لكن لا يجد من يؤمن به، وثالث يحلم، لكن الخوف من الفشل يسقطه أكثر من أي إعاقة جسدية. الفرق بين بطل الفيلم وبعضنا ليس في القوة الجسدية، بل في القرار. هو قرر أن يحارب رغم كل شيء، ونحن أحياناً نستسلم رغم أن الطريق ما زال مفتوحاً. أخطر إعاقة في هذا العالم ليست في الجسد، بل في العقول التي ترفض أن ترى الحقيقة. ربما هذا الشاب لم يكن بحاجة لأن يتغير، ربما نحن من نحتاج إلى ذلك، لأن الإنسان لا يقاس بما يملك، بل بما يستطيع أن يتجاوزه. Big World. الرسالة: إذا استطاع إنسان أن يتحدى جسده، فأنت قادر أن تتحدى ظروفك.